ذابه يمني، ولد بأمريكا، مواليد أمريكا بس أصله يمني. يا طول العمر يخرج لليمن، يعني بعد ما يكبر، بعد ما هو من تربية أمريكا، بعد ما يكبر يعني قد عمره 17 18 20 يخرج يا أخي لليمن على الفطرة، أخلاق وتواضع واحترام وأدب، جميع الأوصاف من تربية هناك، من تربية أمريكا يا أخي. تواضع عندهم، أخلاق داب الحد. بس جالس اليمني فترة بسيطة بس، بعد سنة، السنة الثانية قد تغير الكرة الأرضية كلها. لا تواضع، لا أخلاق، لا أدب، لا احترام. علموا هالمزغاجة داخل اليمن ورفس الكرة الأرضية كلها رفس. هي مشي مزغاجة يعلموه، يخرج عن التواضع، يخرج عن الأخلاق، يخرج عن الأدب، يخرج عن الاحترام، يخرج عن الإنساني، يخرج عن أشياء كثيرة في اليمن لما يعلموا هذا. يعني أنا ليش قلت لكم أن الغرب أصل الأخلاق والتواضع والإنسانية والأشياء كثيرة، لكن إحنا بالعرب شوف لو تجي تركز أنت، لو قد جالس ناس من تربية أمريكا أصلهم يمني بس من تربية أمريكا في يخرجون أمانة ما يغثوا الطريق، أقسم بالله ما يغثوا الصندل اللي يلبسوه، والله ما يغثوا إلا لما يقلبوا الداوية من جالستهم لليمنيين. يعلموهم ذيك ويعلموهم يخرج عن ذيك ويخرج عن ذيك ويخرج عن ذيك، ويعلموهم الكبرياء ويعرفهم وين الغرور، ويعرفهم ما هو ذا. ايش السبب؟ هي وين عاد الأخلاق والتواضع والأدب والاحترام بالدول العربية؟ وين عاجي؟ دام قدوا تربية أمريكا، يمني من تربية أمريكا لا يخرج بالصفات يخربوا اليمن، اليمني من جالسة اليمني. وعاد احنا نبصر أوصاف من هذا الأوصاف. أقول لكم الدول الغرب ثانية بكل شيء، بكل شيء ثاني، أدب وأخلاق وتواضع واحترام جميع الأصناف بطرقاتهم، طرقاتهم أقاه ناركم أربعتوا بنظامهم أمانة، نظام تقل استريد ما بيش، لكن يعمل لك نظام بالبلدان العربية، ما هي عد به نظام بالبلدان العربية، بس ما باليمن 70% من الشعب يا لطيف الطف. يا رجال ما صديناش احنا زحمة الباصات أمانة قتلونا قتل. لكن هناك نظام وأدب وأخلاق والتواضع عندهم كل شيء، طرقات جميع الأشياء. لكن عندنا الأخلاق والتواضع، يزيدوا يعلموا ديهم أخلاقي يرفسون.